بنحس اننا عايزين دماغنا تبقى صافية، نقلل الضغط اللي علينا اكتر، نحسس نفسنا على الاقل ان كل حاجة ماشية تمام بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن البيئة اللي احنا فيها. ولكن مع ذلك في شوية بوينتس ممكن يقلبوا موازين حياتك 180 درجة للأحسن، وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. ففي فيديو جلسة تنظيف ذهني للبنات بارت 1 جاب 4 مليون، اللهم لك الحمد. وبجد مش عارفة أشكركم ازاي على الدعم ده، حقيقي من قلبي ممتنة ليكم جدا. وعشان عجبكم قررت ان انا اعمل لكم بارت 2 ولكن عن التنظيف الذهني في رمضان. فإذا كنتي بتحبي تطوير الذات تابعيني عشان محتواي يفيدك. خلونا نبدأ في الفيديو. اول بوينت معانا الابتعاد عن الاغاني. عايزه اقول لكم انا لما اجي اتكلم عن الاغاني فاللي بتتكلم حاليا دي ما اقدرش اقول لكم كنت مدمنه ازاي عليها وتاثيرها السلبي كان عامل ازاي عليا. فالاغاني هي بالنسبه لي من اكبر المشتتات لعقلكم، مش بتعرف تخليكم مركزين. فلما تيجي تسمعي اغاني انتي مش عارفه نفسك فرحانه ولا زعلانه ولا حالتك عامله ازاي بالظبط، فانتي بتسيبي حالتك النفسيه تتغير مع كل اغنيه. فلو كانت مشجعه بتحسي ان انتي كسرت الدنيا مع انك قاعده بتعملي سكرول على تيك توك، او لو الاغنيه حزينه بتتخيلي حاجات ما حصلتش اصلا، او حتى بتسترجعي الحاجات اللي وعدتي نفسك انك هتنسيها. فعشان كده ثقي فيا، لو عايزه تبعدي عن التشتت ابعدي عن الاغاني. يعني حتى لو هتسمعي اناشيد هيبقى احسن من ده كله، والقرآن هيبقى افضل خيار ليكي لانه فعلا راحه نفسيه. اهم حاجه والنقطه الاساسيه معانا واللي هنطلع منها من كل ده وهي الابتعاد عن الاغاني. وطبعا هسيب لكم منتدى في قناتي عن ازاي سبت الاغاني، هتلاقوه في اخر منتدى. اتكلمت عن البوينت دي في بارت 1 لكن ما فصلتهاش بالطريقة اللي انا هفصلها دلوقتي. التدوين او الجورنالينج مش شرط يكون حاجة واحدة بس ماشية بيها طول حياتك. بمعنى التدوين مش بس ان انت تكتبي يومك ماشي ازاي او عامل ازاي، او حتى مش بس انك تسألي نفسك اسئلة عشان تعرفيها، زي مثلا بتحبي ايه، بتكرهي ايه الحاجات اللي بتضايقك. مش شرط خالص. التدوين الصح وهو انك تطلعي اللي في دماغك والافكار اللي في دماغك ايا كانت عشوائية ازاي. عشان اوضح اكتر، انا كراسة التدوين بتاعتي عشوائية جدا، يعني حرفيا لو جيتي تمسكيها وتقلبي الصفحة كل صفحة مختلفة تماما عن التانية. تلاقيني يوم اتكلمت عن يومي بالتفصيل وعملت تو-دو ليست، تلاقيني اليوم التاني بتكلم بس عن موقف ضايقني، تلاقيني بستكشف نفسي اكتر وبسأل نفسي اكتر، او حتى تلاقيني بكتب اللي متراكم عليا وجدول عشان امشي عليها لحل المشكلة دي. فهماني؟ فانا عايزاكي تعملي كده، مش عايزاكي تحطي في بالك انه تمام انا كل يوم هدون يومي بس، او هسأل نفسي بس، او هعمل جدول بس، او هراجع نفسي بس. كلمة بس هنا هي المشكلة. اعملي كل ده عادي لو انت عايزة تعملي ده، لكن ساعات الانسان بيحس انه عايز يغير او اهتماماته بتتغير، فطبيعي كل يوم تبقي عايزة حاجة او عايزة تحكي عن حاجة مختلفة. النقطة دي أنا لسه مستكشفاها في الأسبوع اللي فات لرمضان، وما أقدرش أعبر لكم عن كمية الراحة اللي حسيت بيها بالالتزام بس بالعادة دي. العبادة بالذكر كنت مأهملاها في غير رمضان، يعني حتى في أيام غير رمضان على الأقل كنت بعمل ورد قرآني، ما كنتش بذكر كتير بصراحة، لغاية ما جه رمضان وعلمني أن الذكر هو اللي بيجي يمسح على قلبك من أي ضرر، وهو اللي بيطمنك. فألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسيت بشعور الآية دي فعلا قد ايه هي عبادة بسيطة وبتطمن، ورغم ده كله احنا بنأهملها. فحاولي دايما تجيبي سبحة إلكترونية مثلا وتسبحي او تذكري ربنا حتى لو 20 مرة بس، ولكن بخشوع. دايما لما تيجي تسبحي حاولي دايما ما تكونيش بتعملي حاجة تانية في المقابل، مثلا بتسمعي درس وانتي بتسبحي، او مثلا بتتفرجي على حاجة وانتي بتستغفري. حلوة من ناحية حسنات، لكن هل انتي حاسة بحاجة؟ هل واعية باللي بتقولي؟ هل عندك ادراك بمعنى؟ لا. فعشان كده حاولي في الوقت اللي انتي قاعدة فيه مع نفسك تستغفري وتذكري ربنا فيه. الصلاة هنا بتشمل عنصرين، الصلاة في وقتها والصلاة بصور وآيات جديدة. نبدأ بالصلاة في وقتها. بيتهيألي صلاة الظهر أو العصر حاضر ما فيهمش مشكلة، بس المشكلة في صلاتين، الفجر والتراويح. نبدأ بصلاة الفجر. عشان أعرفكم أنكم مش لوحدكم، عايزة أقول لكم أن أنا لسه مش منتظمة كامل الانتظام في صلاة الفجر حاضر، ولكن أنا بحاول معاكم، وعايزة أقول لكم الشعور اللي أنا بحسه لما صليها حاضر بيبقى عامل إزاي. وأكيد طبعا اللي صلاها حاضر قبل كده هيعرف قد إيه الشعور ده مريح أكتر من أنه يكون صعب عليكم عشان تصحوا.
والأكيد إن مكانة العبد اللي بيصليها حاضر أكيد بتختلف عن اللي بيصليها بعد ما الشمس تشرق. طيب نفترض إن خلاص احنا عرفنا أهمية صلاة الفجر وقد إيه هي جميلة، إزاي نصحى ليها؟ تعرفوا ان رمضان هو اسهل شهر تنتظموا عليه على صلاة الفجر، بحيث انه لما تخلصوا سحور اصلا يدوب كلها ساعة ويكون الاذان اذن، او ممكن تصحوا على الاذان عشان لو عندكم مدرسة او جامعة. فانا من رأيي فترة بعد السحور استثمروها لغاية على الاقل اذان الفجر. صلاة التراويح دي على الرغم من اني بصليها كل سنة وفي الجامع الحمد لله، ولكن ما كنتش عارفة ان هي ذو اهمية قوي كده، عشانها بتجمع صلاة قيام الليل والشفع والوتر. والوتر دي من اللي انا قرأت عنها واعرف عنها الدعوات فيها بإذن الله مستجابة. يعني الصلوات دي كلها احنا في الايام العادية لما نيجي نعمل بس حاجة منها، سواء صلاة قيام ليل بس او وتر بس، بنحس ان احنا مميزين قوي، وانه يا رب انا صليت وتر فان شاء الله الحاجة دي تتحقق. ما بالكم بشهر كامل هنصلي بيه بإذن الله كل الصلوات دي كلها، وكل يوم بتدعوا بالحاجات اللي انتوا عايزينها، فلا شك ان ربنا بإذن الله هيستجاب لينا ولسعينا بالطريقة اللي ترضيه. فليه ممكن نستغنى عن حاجة زي دي؟ بلاقي ناس كتيرة مش بتدعي في صلاة التراويح. طب ليه؟ دي الأيام اللي احنا فيها دي مباركة والدعوات فيها بإذن الله مستجابة فوق العبادات اللي احنا بنعملها. فحتى لو مش هتدعي بعد الصلاة ادعي في السجود أو التشهد. انتي مش عارفة الدعوة دي ممكن تقلب موازين حياتك ازاي. ممكن عشان دعيتي دعوة واحدة بس أبواب السماء تكون مفتوحة وتستجاب وتغير حياتك. اوعي تستهيني بصلاة التراويح حتى لو كنتي شايفة ان الحاجات اللي هتدعي بيها مش مستاهلة. افتكري ان الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اسأل الله كل شيء حتى الملح لطعامي. اخر حاجة معانا الصلاة بصور وآيات جديدة. متعمدة ان انا اخليكي تغيري الصور وآياتك في الصلاة عشان تبدأي تركزي فيها من اول وتاني، ويبقى في نسبة خشوع حتى لو قليلة، تكوني على الاقل مركزة في الكلام اللي انتي بتقوليه. فشوفي الصور والآيات اللي انتي بتحبيها وقوليها في صلاتك. وفي آخر الفيديو أتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو عندكم أي أسئلة اسألوني وبإذن الله هرد عليكم كلكم. ما تنسوش تتابعوني انستا وتيك توك، هسيب لكم الرابط في أول تعليق. Thank you so much for watching، وأشوفكم في الفيديو الجاي.